بما يسمع إلا طالب العلم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض إلا وحتى الحيتان في البحر، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. طالب العلم وطالب القرآن الكريم هو أفضل الناس، بل أفضل حتى من العباد والزهاد والنساك، بل هو في حد ذاته طلب العلم عبادة، وهو أفضل العبادات. وهذا بصريح قوله صلى الله عليه وسلم. هذه الأفضلية نستمدها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم إذ يقول: وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. والقمر في ليلة البدر يعني لا يظهر معه شيء. إذا ما نظرت إلى السماء فلا ترى إلا ذلكم القمر المستنير، وإن ظهرت تلكم الكواكب فلا تظهر بالصورة التي يظهر عليها القمر، بذلكم الحسن وذلكم الجمال الذي يظهر عليه البدر. هذه هي البشارات التي يتلقاها طالب العلم من رسوله صلى الله عليه وسلم. فاستأنسوا بهذه البشارات لعل الله يشحذ بها هممكم ويفتح عليكم. وهذا الجو الملائكي وهذه الطريق من طرق الجنة يمهدها الشيخ محمد بارك الله فيه، هو الذي يسهر على تأمين هذه البشارات لهؤلاء الشباب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقه وأن يجعل الفتح والخير على يديه. بارك الله فيه وجزاه الله كل خير، وجزى الله القائمين على هذا اللقاء، جزى الله الإخوة الطلبة الذين فوق من عظيم ما يصنعون من طلب العلم، فوق ذلك يكرمون الضيوف ويكرمون عابري السبيل. فبارك الله فيهم وجزاهم الله كل خير. ونسأل الله سبحانه وتعالى أيضا الشفاء لعم الحاج علي والد الشيخ محمد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيه ويعافيه ويمتعه بالصحة والعافية، وأن يمسحه بمسحة الشفاء التي مسح بها عبده ورسوله أيوب عليه السلام. ونسأل الله سبحانه وتعالى هذه الأضرار طهرة له من الذنوب إن شاء الله. وبارك الله أيضا في والديه وفي عائلته. في الحقيقة عائلة الشيخ يوسفي هي عائلة محبة لأهل القرآن الكريم، محبة لأهل العلم، بيتهم لا يفرغ من أهل العلم، دائما بيته عامرا بأهل القرآن الكريم. بارك الله فيهم وجزاهم الله كل خير. واستسمحوا السادة الحضور على التطفل وعلى هذا الكلام غير المرتب، فجزاكم الله كل خير.